شايلة طاجن ستك ليه؟ يلا نزليه وهقولك تعملي ايه. لعشاق الكيك هنعمل ماربل كيك، كيكة حلوة قوي قوي وكمان هترضي كل الأذواق، علشان بتتعمل ميكس ما بين الشوكولاتة والفانيليا، وكمان طعمها بيبقى لذيذ قوي قوي. وكمان هعملها معاكم بطريقة سهلة والنتيجة هتبقى مبهرة، علشان هقولك على التريكات اللي تخليها تطلع ناجحة معاكم وتعملوها بكل سهولة. يلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنحتاج 3 بيضات، نص كوباية زيت وعليها معلقتين زبدة، كوباية سكر، كوباية لبن، معلقة من الكاكاو الخام، معلقة من النشا، معلقة ونص من البيكنج باودر وعليها ربع معلقة من البيكنج صودا، وباكت من الفانيليا. اول حاجة هنزل بالثلاث بيضات في البولة، وبعدين هنزل على طول بالفانيليا، وبعديهم كوباية السكر، وهضربهم بقى مع بعض لحد ما السكر يختفي ويدوب تماما. ودلوقتي هنزل بالزيت على زبدة وهقلبهم مع بعض لحد ما يختلطوا كويس، وبعدين هنزل بكوباية اللبن وهنقلب تاني. ودلوقتي بقى هجيب كوبايتين من الدقيق، هحط عليهم معلقة النشا والبيكنج باودر وبيكنج صودا وشوية من الملح، وهننخلهم كده. اهم حاجة يا جماعة انكم تنخلوا الدقيق قبل ما تحطوه في الكيك زي ما انا عملت كده، خطوة مهمة جدا هتطلع معاكم الكيكة هشة وهتبقى حلوة قوي قوي. كمان فايدة معلقة النشا انها بتديها هشاشة حلوة قوي قوي، والبيكنج صودا طبعا بيبقى محسن. لو ما عندكيش بيكنج صودا ممكن تستغني عن ربع كوباية من اللبن اللي احنا حطيناها، ونحط بدلها ربع كوباية من المياه الغازية اللي هي الحاجة الساقعة، ممكن بنكهة ليمون او برتقان زي ما تحبوا طبعا. هنا بقى كان وصلنا للخليط اللي انتوا شايفينه كده، هي خفيفة شوية عشان لسه هنضيف لها الكاكاو. هنقسم بقى الخليط كده على بولتين، نص هنعمله بالكاكاو والنص التاني هنسيبه على جنب. هنحط بقى الكاكاو كده ونقلبه كويس لحد ما الخليط يختلط كويس معانا ويوصل لقوام ولا هو تقيل قوي ولا خفيف زي ما انتوا شايفين كده. لو لقيتوها تقيلة زودوا معلقة مية او لبن. بصوا بقى شوفوا القوام اللي احنا محتاجينه، هو ده بيسيب علامة كده وبيختفي تاني، يعمل خط كده ويرجع يختفي، ده القوام المظبوط. وطبعا لو لقيتوها خفيفة زيادة حطولها بقى معلقة من الدقيق. ده بقى الجزء التاني اللي احنا شلناه على جنب، هنحطله بشر برتقان. طبعا دي خطوة اختيارية ممكن تستغني عنها، لو مش بتحبي نكهة البرتقان ما تحطيهاش، بس هي بتبقى حلوة قوي قوي مع الشوكولاتة بصراحة. حطينا بقى هنا بشر البرتقان، كمان زودنا معلقة من الدقيق علشان طبعا ده الخليط كان خفيف شوية. هنقلبها كده بقى ونشوف كده تقلت معانا ولا لسه محتاجة دقيق تاني. هنزود لها معلقة تاني لحد ما نوصل لنفس القوام بتاع الشوكولاتة بالظبط. بصوا بقى القوام هنا بيعمل خط ويختفي على طول، هو ده الصح يا جماعة، ده القوام اللي هيطلع معاكي الكيكة ناجحة وحلوة. شوفوا كده يعمل خط ويختفي بسرعة، لو ما عملش خط معاكي يبقى هي كده خفيفة، وتزودي لها معلقة من الدقيق. هنجهز بقى القالب اللي هنحط فيه الكيك. انا حطيت فيه ورقة زبدة زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين بقى هبدأ احط شوية من خليط الفانيليا وشوية من خليط الشوكولاتة وكمان شوية من الفانيليا وبعدين شوكولاتة، وهكذا بقى لحد ما نخلص الكمية اللي معانا. طبعا تقدروا تحطوا الخليط في كيس حلواني هيبقى اسهل عليكم، بس انا حبيت اوريكم ازاي تعملوها. لو ما معكوش كيس حلواني هتعملوها بكل سهولة وبرضه
أو ممكن تستخدموا طبعا الكبشة. في النص بقى كده هوزع نقط كده من خليط الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين، اعمل زي دواير كده، وبعدين بقى هرجع اعمل دايرة في النص زي كده بالظبط، وهعمل بقى زي نقطة صغيرة كده بين كل دايرة والتانية بالطريقة دي عشان كلها تبقى زي بعض. هجيب بقى خلة وهمشي بيها كده في قلب الخليط بتاع الشوكولاتة، هلف عليها بنفس الطريقة دي، وبنفس الخلة بقى هعمل الشكل اللي انتوا شايفينه ده، هيديني شكل الوردة. وبعدين بقى من على الحرف كده هعمل الخطوط اللي انتوا شايفينها دي، وبعدين هرجع من الناحية التانية بنفس الخطوط، هتديكوا بقى شكل الوردة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. شايفين بقى شكلها حلو ازاي؟ يعني دي مش كيكة، دي لوحة فنية والله. تعجبكم قوي. دلوقتي بقى دخلناها الفرن، يكون ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط، وبعدين بقى هنطلعها ونختبرها كده من النص. طلعت معانا الخلة نضيفة، يبقى هي كده استوت تمام قوي. بصوا بقى شايفين شكلها حلو ازاي؟ لسه محافظة على شكلها زي ما دخلناها، زي ما طلعناها، مش شكلها مش بايظ ولا في حاجة معوجة ولا في حاجة بايظة خالص. وكمان بصوا بقى ورقة الزبدة اللي حطيناها كانت مكشكشة كده من على الجنب، فاديتها شكل الوردة زي ما انتوا شايفين كده. دي كانت صدفة يعني مش مقصودة خالص. طلعت شكلها حلو قوي قوي. اعملوها بنفس الطريقة، حطوا فيها كده ورق الزبدة تكون مكشكشة، هتطلع معاكوا واخدة شكل الوردة كده من الجنب، وهتبقى تحفة قوي قوي ومستوية واخدة لون كده ذهبي وحلو وجميل، وكمان من تحت مستوية حلوة قوي وهشة وطرية ولذيذة قوي قوي. واهم حاجة طبعا زي ما قلتلكم هو قوام الخليط، ولا يبقى تقيل قوي ولا خفيف قوي زي ما وريتكم. لازم تهتموا بالخطوة دي يا جماعة، هي اللي هتطلع معاكم شكل الكيك مظبوط كده، عشان لو الخليط كان خفيف الكيكة مش هتطلع شكلها مظبوط زي ما انتوا شايفينها كده، وهتبقى ملخبطة شوية. بصوا بقى حلاوتها، شايفين بقى التفاصيل، شايفين حلاوتها من جوه، هشة وطرية ولذيذة قوي قوي، وكمان مش مفتفتة. وتركة مهمة كمان، بعد ما تحطي الخليط في القالب وتخلصي اديله خبطتين كده على الرخامة عشان اي هوا يطلع منها ميبقاش فيها فقاقيع هوا وتعملك مسامات كبيرة في الكيك. وبس خلاص كده بقى عملنا احلى ماربل كيك هتاكليها في حياتك. سهلة وبسيطة، بس اهتمي بالتركات اللي قلتلك عليها وهتبقي أستاذة فيها. أحلى ماربل كيك بقى هتاكليها مع كوباية شاي بلبن الصبح، أو مج النسكافيه، أو فنجان القهوة بتاعك، هتبقى حلوة قوي قوي ولذيذة قوي قوي. وتقدري كمان تديها للأولاد في اللانش بوكس، أكيد هيحبوها قوي قوي، وشكلها بيبقى لذيذ زي ما انت شايفة كده، كأنك بترسمي كده بالكيكة مش بتعملي كيكة بس. اما تجربيها هتنبهري بيها، يلا جربوها وهتدمنوها، مش هتبطلوا تعملوها ولا تاكلوها. متنسوش تشتركوا في القناة، كتروا الشير، واشوفكم على خير.